اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ايه رأيكم بقى في الطريقة الجديدة بتاعت البطاطا دي؟ حاجة كده بجد تحفة، وحاجة كده فاخر من الآخر، بجد جميلة جدا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والفكرة العظمة دي؟ بجد بقلاوة البطاطا بجد تحفة. جربوها هتعجبكم، بجد جميلة قوي. طريقتها سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا اي وقت ولا مجهود، حاجة كده جميلة جدا. يلا بقى نسمي كده بالرحمن ونشوف الطريقة بتاعتنا الجميلة دي اتعملت ازاي. انا معايا 3 حبات من البطاطا حبيب قلبي، انا استكفيت ب3 حبات بس. انتوا بقى عايزين تكتروا حسب افراد الاسرة اللي عندكم. قدام حضراتكم كده غسلينها منضفينها جدا، زي ما انتوا شايفين. هقشرها، انا قشرتها كده حبيب قلبي. بعد ما غسلتها ونضفتها تاني، هقوم بقى كده مقطعاها قطع او مقطعاها مكعبات، زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هنسلقها بقى وتاخد بقى السوا بقى اللي احنا متعودين عليه كده. بقى لغاية دلوقتي طريقة عادية خالص لسلق البطاطا. هي كده خلاص يا حبيب قلبي اتسلقت معانا. احنا بقى سلقناها بنص كوباية مية على سكر حبيب قلبي، عشان تدينا تبقى البطاطا بتاعتنا مسكرة وجميلة. معايا بقى التركية الجميلة دي حبيب قلبي اللي هنحطها على البطاطا بتاعتنا الجميلة. معايا دقيق رز، معايا دقيق يا حبيب قلبي، دقيق رز. دقيق الرز ده حبيب قلبي بيتباع عند العطار كده. بقى نحطه كده على البطاطا بتاعتنا الجميلة دي بعد ما اتسلقت، وهنعجنها لغاية اما تدينا عجينة لينة او متماسكة. زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي، كل ما تعوز بقى هنديها كده، جميلة جدا. احنا حاطين على الدقيق ده حبيب قلبي، انا حطيت معلقتين 3 كده من السكر البودر، عشان خاطر البطاطا بتاعتنا تطلع مسكرة وجميلة. انا معايا بقى كده في بولة كده صغيرة فيها شوية من الزيت. انا حطيت بقى ايه، لقيت العجينة بتاعتي كده مش متماسكة قوي، وكان معايا دقيق للأسف، دقيق الرز كان خلص، ما كانش موجود عندي. بس على مين بقى، انا هجربها وهعملها معاكم، امال هرميها؟ زي ما انتوا شايفين هي بتلزق كده حبايب قلبي. بس انا جبت بقى زيت كده بحاول كده اعملها معايا، هتنفع. الله على الجمال، بص كده الجمال حلو قوي. مفيش حاجة بتقف معانا حبيب قلبي، لازم ايه ن... هنعملها برضو، هنعملها. بصوا كده الجمال والحلاوة. هنعمل بقى مع بعض قطعة كمان. اه، هعوص ايديا برضو تاني ونجيب بقى قطعة كده على قد الحتة اللي احنا هنعملها او الكورة اللي احنا هنعملها اهوت. بصوا كده. طبعا بقى اما بتتعمل على الزيت كده حبايب قلبي بتبقى متماسكة كده مبتلزقش. بصوا كده الجمال، الله على الجمال. برضو على السمسم ونخلصها خالص، ونخلص بقى الكمية كلها. اه، جميلة جدا. هنخلص بقى الكمية كلها ونرجع لكم حبايب قلبي. كده خلاص عملت بقى كمية البطاطا كلها، الله على الجمال. طاسة على النار حبايب قلبي بقى، هنقليها بقى في المرحلة التانية ديت. زي ما انتوا شايفين زيت معايا سخن على النار كده، زي ما انتوا شايفين. رصينا ايه البطاطا بتاعتنا لغاية اما تملى بقى الطاسة كده او القلاية. هتاخد لون من تحت وندي بقى لون من فوق كده، الله على الجمال. بس كده اللون والجمال جميل جدا، بجد تحفة، جميلة جدا. يلا يا حبيب قلبي بقى، ما تنسوش باللايك، اللايك اللي يرفع الفيديو حبيب قلبي، عشان خاطر الفيديو كده
يترفع معانا وكل حبايبنا يشوفوه. ما تبخلوش علينا بقى باللايك والاشتراك في القناة حبيب قلبي. كده على الجمال والحلاوة. وصفة جميلة ومختلفة خالص على البطاطا، ولا نشويها بقى ولا نسلقها. بجد تحفة، دي طريقتها جميلة جدا. جربوها هتعجبكم بنفس الطريقة. حاجة كده جميلة جدا وطريقة مختلفة. هنخلص بقى الكمية طبعا اللي موجودة معانا بنفس الطريقة ونفس الخطوات. بصوا كده اللون والجمال، الله اكبر. بصوا كده حاجة جميلة جدا، تحفة. اللون جميل جدا حبايب قلبي. كده خلاص خلصنا الكمية كلها. كده جميل جدا. بصوا كده بوريكم كده ويقول لكم ايه رأيكم في العظمة ديت. جميل جدا. اللي وصل بقى معايا لغاية هنا ما ينساش يحط اللايك حبايب قلبي، وتفعيل زر الجرس، واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا كده الجمال والحلاوة، الله أكبر. بجد حاجة كده مشرفة وحاجة كده جميلة جدا وحاجة مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله.